الرحمن الرحيم. هنراجع على الدرس الأول الوحدة الثالثة علوم تانية إعدادي ترم أول. السؤال الأول: ما النتائج المترتبة على انغماس الحشرات القديمة في الكهرمان؟ طبعا تكون حفرية كائن كامل. تكون حفرية كائن كامل. طيب رقم 2: إحلال مادة السيليكا محل مادة الخشب جزء بجزء في الأشجار القديمة. طبعا تكون الأخشاب المتحجرة. تكون الأخشاب المتحجرة. طيب السؤال اللي بعد كده: من الشكل المقابل ما نوع الحفرية التي يمثلها الشكل؟ طبعا الحفرية دي أثر قدم ديناصور. حفرية أثر. طيب الحفرية التانية طبعا هي حفرية راديولاريا. وديت السؤال: ما الذي يدل عليه وجود هذه الحفرية في بيئة ما؟ طبعا تدل على أن البيئة مناسبة لتكون البترول. مناسبة لتكون البترول. السؤال اللي بعد كده: استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات. أول واحدة: الترايلوبايت، الفورامينيفرا، الأمونايت، النيمولايت. طبعا المختلف هو الفورامينيفرا، والباقي حفريات تدل على مناخ العصور التي تكونت فيها. حفريات تدل على مناخ العصور القديمة. طيب رقم 2: حفرية سن ديناصور، حفرية بيض ديناصور، حفرية أمونايت، حفرية خشب متحجر. طبعا المختلف هو الأمونايت، والباقي حفريات متحجرة. حفريات متحجرة. ننتقل إلى السؤال اللي بعد كده: اذكر فرق واحد بين كل من البقايا والأثر. طبعا أعرف ده وأعرف ده. البقايا هي آثار دالة على نشاط الكائنات الحية القديمة أثناء حياتها. يبقى ديت هي آثار دالة على نشاط الكائنات الحية القديمة أثناء حياته. طيب الأثر هي آثار دالة على بقايا الكائنات الحية بعد موتها. لا دي البقايا ودي هي الأثر. يبقى الأثر هي آثار دالة على نشاط الكائنات الحية القديمة أثناء حياتها، والبقايا هي آثار دالة على بقايا الكائنات الحية القديمة بعد موتها. ننتقل إلى السؤال اللي بعد كده: أكمل. تعتبر حفرية الماموس حفرية نقط. طبعا الماموس حفرية كائن كامل. كائن كامل. بينما الأمونايت حفرية طبعا قالب. طيب رقم 2: ظهرت نقط قبل الحزازيات والصراخص.
طبعا اللي ظهر قبل الحزازيات والصراخص الطحالب. ونقط أول ما ظهر من الفقاريات، طبعا الأسماك. طيب، ضع علامة صح أو غلط. يعرف ما يتركه جسم الكائن الحي بعد موته في الصخور الرسوبية بالأثر. غلط. طابع. يمثل الأركيوبتريكس حلقة وصل بين الزواحف والطيور. مظبوط. تدل حفريات الصراخص على أن البيئة المعاصرة لتكونها كانت بيئة استوائية حارة مطيرة. صح. تدل الحفريات المرشدة على العمر النسبي للصخور النارية الموجودة فيها. لا، الصخور الرسوبية. اكتب المصطلح آثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة في الصخور الرسوبية. طبعا ديت الحفرية.